بمحور الراشدية خنيفرة مؤهلات طبيعية كفيلة بتطوير السياحة الجبلية والنهوض بالمنطقة، إلا أن هذا الطموح يبقى معلقا في ظل ضعف الشبكة الطرقية وبنيات الأساسية. عبد اللطيف بن طالب وحسن سكوري. بين إقليمي خنيفرة والرشيدية تتحد المسارات الجغرافية، حيث تجلو الأبصار في محاسن الطبيعة وتضاريسها، عوامل يراها الكثيرون لم تجد الاستثمار الجيد خاصة في المجال السياحي. السياحه الجبليه باقيه ناقصه، وكنتمناو دابا كاين الاشهار للمنطقه، وبالفضل ديال الاعلام هاد السنه مع هادشي اللي وقع في انفكو، هادشي اللي وقع عرفات المنطقه واحد التشخيص للمشاكل ديالها. والجانب السياحي ان شاء الله كنتمناو حتى المجتمع المدني ومع المستثمرين باش نحاولوا باش نخلقوا دي جيت دي طاب. نظرا للوضعيه هذه الطريقه هذه راه ما كتسمحش بزاف السواح يجيو، حيث انها طريق ما مصيبه ما مقدم ما والو. خاص هاد الطريق تصايب باش يكثروا السواح، وهذا الشيء غادي ينعكس على الساكنه. إضافة إلى المجال السياحي، حاجة الساكنة بهذه المنطقة إلى إصلاح الطريق أكبر، فهي الشريان الأول لحياتهم. نراهم يتكدسون في وسائل النقل هاته من أجل الوصول إلى إميلشيل، رحلة تتسم بالصعوبة والمغامرة. كنعيشوا فيها مشاكل كبيرة، بعد مرات كنجيو كنلقاو الغيس كنبقاو مبان كنهزو الدقيقة على كتافنا باش نوصلوا للديور. كنعيشوا شي مشاكل ما فيهم ما يتشاف. أمام هذه الظروف ورغم صعوبتها، إلا أنها تجذب بعض السياح ومحبي المغامرة، خاصة الذين يتوفرون على آليات متطورة. يمكن أن أقول إن المسلك الطبيعي هنا جد رائع، لكن في هذا الجبل هناك بعض الصعوبات في التنقل عندما تمطر السماء ويسقط الثلج. تعجبهم الطبيعة اللي فيها، لكن رغم داكشي كتكون صعوبات في الطريق. يعني بعض الأحيان كتكون عندهم باغ اكزومبل واحد لومبان ولا شي حاجة كيضطر يجلس يومين 3 أيام. أرز وصفصاف، جبال وهضاب، مناظر ساحرة تمتزج بالخضرة وخرير المياه، منطقة تغري بالاكتشاف، لكن في حاجة إلى مجهودات لتأهيلها اقتصاديا وسياحيا.